عشان تتميز أكيد هتمشي عكس المجتمع. للأسف المجتمع أجيال بتسلم أجيال زي ما بنقول. طيب مصدر التسليم ده ايه؟ الله أعلم. عادات لا يعلم بها إلا الله. مد لحافك على قد رجليك وعيش عيشة أهلك والدنيا تمام وزي الفل والكل ويلا وهنموت وشوية وهنموت والدنيا تمام ومثنى وثلاث ورباع وحال ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا ندردش شوية في حوار المجتمع ده. والصراحة يعني مجتمع لا يعلم به إلا الله حرفيا. طب ليه منه تقولي كده؟ هقول لكم. احنا للأسف في مجتمعنا مش عارفين حاجة في الدين غير مثنى وثلاث ورباع. طيب هل انت عارف ان انت هتتسأل عن الرعية دي؟ هل انت استعديت اصلا انك تتزوج ولا مجرد القطيع بيقولك اتجوز فبتتجوز كده وخلاص؟ هل في ثبات عندك؟ هل كان في من البداية اصلا قبل ما تتجوز ثبات علمي روحي عاطفي انت تتقبل انسانة معاك وتقيموا هذا البيت انتم الاتنين على شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ويعني قيم وعادات وتقاليد وتطلعوا ناس اشخاص اسوياء نفسيا؟ ولا ما كانش عندك المفهوم ده واتجوزت لمجرد ان الناس قالوا لك اتجوز وخلاص وان المجتمع بيقول مثنى وثلاثة ورباع دايما فانت بتقول زيه؟ اتمنى نشيل يعني نزود علمنا شوية. ماشي احنا عارفين ان في مثنى وثلاثة ورباع وهكذا، بس نزود بقى اننا نهتم برعاية شوية، نهتم بولادنا بنفسيتهم بتعليمهم بطموحهم نشجعهم ندعمهم ما نقللش منهم ما نضربهمش ما نأذيهمش نفسيا ولا جسديا نحافظ عليهم في هذا المجتمع. عاوزين نزود ده. وفي حاجة تانية انا بلاحظها برضه، لما واحد مثلا اهله على الله خالص كده، اهله ناس مثلا يعني بيحبوش يلبسوا لبس عدل بيعملوش ما بيخلوش، ويطلع الولد مثلا لابس لبس نضيف كده لابس خاتم لابس ساعة عاوز يعيش عيشة كويسة شايل موبايل حلو بيشتغل وبيصرف على نفسه، احنا مالنا؟ لا يقولوا له ايه بقى؟ المجتمع ما يسيبوش في حاله. انت عاوز تعيش عيشة غير عيش اهلك؟ انت ازاي بتعمل كده بجد؟ ازاي يعني ليه بجد عاوز تعيش عيشة غير عيشة اهلك؟ ازاي يا ابني؟ ازاي يا اخي؟ ارضى بالوظيفة اشتغل ولازم لبسك يكون متعص ومش كويس. طب ليه؟ هو الدين قال كده؟ ولا هي عادات وتقاليد متوارثة احنا استغفر الله يعني هنفضل نورثها كده وخلاص؟ هي عادات لا يعلم بها الا الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وسيدنا محمد قال إذا يعني أعطاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. احنا للأسف بخل على نفسنا جدا جدا، لا عاوزين يبان على نفسنا ولا على لبسنا ولا ننزه نفسنا حتى، لا احنا نشتغل كده وخلاص عشان نسيب ورث لأولادنا وفنش انتهى الأمر ونموت. واهم حاجه سايبين ورث، واهم حاجه الناس ما تتكلمش علينا اننا مش سايبين حاجه، لا نكونوا سايبين واطنان وفاضيين واحنا عايشين عيشه لا يعلم بها الا الله ضنك في ضنك. طب ليه اسعى. نصيحتي ليك هنا اسعى واجتهد وعيش عيش غير عيشة أهلك عادي. فيها ايه لما تعيش عيشة أهلك؟ أمالك يبقوا هنا وانت تبقى هنا وترفع أهلك معاك، فيها حاجة؟ مفيهاش أي حاجة. تسعى ويكون عندك حلم وطموح. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوني استجيب لكم. ربنا قال وخزائني ملئة يعني اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، اسعى اجتهد اعمل خططك اجتهد في الحياة، دور عن فرصة هنا وفرصة هنا وانتهز الفرص وهكذا وتوكل على الله وربنا هيبعتلك اللي انت عاوزه. فسبحان الله يعني حرفيا مجتمع تحس انه عاوز اعادة تدوير، عاوز كتالوج جديد. معرفش المصادر اللي احنا بنطلع منها الحكم والامثال دي منين، اللي يقولك مد لحافك على قد رجليك. طب فيها ايه لما افصل لحافي على قد رجلي؟ يعني فيها ايه؟ او فيها ايه لما اشتري لحاف جديد؟ او فيها ايه مثلا اما اطول حلمي اما اطول لحافي على قد احلامي وطموحاتي ولازم اعيش عيشه زي عيشه تالي؟ طب انا كده اعيش عيشه بقى زي اللي انا عاوزها في احلامي ومخيلاتي. انا كده هموت موتة واحدة. ليه اموت موتة واحدة وانا مذلول ومقيد
ان انا عاوز اعيش عيشة اهلي عشان المجتمع ما يقولش عني كذا او كذا، ما يقول وانا هفضل كابت نفسي من غير ما اسعى واجتهد عشان المجتمع قال كده. لا، هسعى واجتهد واجيب اخري واحلم بعربية واتنين ومصانع وشركة وبتاع، ومش مهم لو اهلي ما عندهمش ده، انا يكون اول واحد ما عندي شركات ومصانع وعربيات وارفع اهلي. انا حرفيا دي من المشكلات اللي بتحصل معانا. الواحد عاوز يعيد النظر في هذه المشكلات المجتمعية والأمثال أو أي شيء حرفيا، عشان احنا مجتمع ما بيهتمش غير بالمزاج وبالكومفورت زون. نام، اتجوز، روح وظيفة، حياة مثالية، مع احترامي. بس أنا يعني مش لازم كله يمشي على مزاجك أيها المجتمع. في ناس عاوزة تبحث وتتعلم وتسعى وتجتهد وهكذا وتحقق ذاتها وتحقق حاجة، شباب وبنات. فيها ايه لما يسعوا ويحققوا؟ فيها ايه لما يوصلوا لأحلامهم؟ فيها حاجة حرام؟ عيب؟ لا. ماشي، معرفش عاوزة اقول ايه تاني بجد. يعني سبحان الله. المجتمع مثلا لو انت قلت انا عاوز اجيب واخلي واسوي، هيقولوا لك يا عم احمد ربنا. طب ما انا حامد ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيحب الانسان، ان الله يكره ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. طب ليه ما احلمش بالحلم الكبير؟ ما انا ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر يحقق لي ده، قادر يحقق لي اللي انا عاوزه. انتوا مين انتوا يعني عشان تحددوا مستوى طموحي؟ انا طموحي كبير قوي لان انا رب العالمين عارف. انا واثق هنا وعندي يقين ربنا سبحانه وتعالى يحقق لي اللي انا عاوزه، لان انا بسعى وبحاول وبجتهد، ولان ربي الله سبحانه وتعالى انا دعيته وهيجيبني في الوقت المناسب. بس دي بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نحاول فيها اكتر. سيبوا الشباب تسعى وتجتهد، وبلاش تكبتوا اصرارهم وعزيمتهم على السعي. فيها ايه لما يعيشوا عيشة غير عيشة اهلهم؟ على الأقل لو بقوا أحسن هيفيدوا أهلهم كتير قوي، على الأقل يفيدوا نفسهم، ما يكونوش زي أهلهم يضيقوا المر. عادي يسعوا ويجتهدوا، سيبوهم يسعوا ويجتهدوا يحلموا لأقصى درجة كمان، مفيهاش أي حاجة. هو الأحلام بفلوس يا جماعة، ولا انتوا عاوزيننا نحلم على مزاج المجتمع؟ أنا بحلم لأن ربنا هيجيب دعائي أكيد. هو ربنا خزائن ربنا مليانة، وأنا بدعيه وبسعى وبحاول وبجتهد وبنتهز أي فرصة قدامي، وعندي يقين إن ربنا يوفقني. انتهى. أتمنى الفيديو يعجبكم. أنا من عقاب، أتمنى أن تكونوا في دار الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. شاركوني أكيد بآرائكم في الفيديو اللي أنا عملته ده. هو مكانش مترتب خالص، بس هم كانوا كلمتين حرفيا عاوزة أقولهم. ربنا يوفقنا، ربنا يهدينا ويصلح حالنا. عشان أقول لكم حاجة برضو أخيرة، أنت شخص من المجتمع، فحاول لو المجتمع مسيء حواليك ما تكونش مسيء أنت كمان، لأن كل ما زادت إساءتنا كل ما زاد انحدارنا نحو الهاوية. يعني خلاص هنقع، فمحتاجين قليلا يثبتوا على مبادئهم وعلى الحسن اللي عندهم، يعني عشان نحاول نرفع هذا المجتمع قليلا. أو حتى لو هو مبيرفعش نفسه فنغير احنا المجتمع اللي احنا فيه ونروح لمجتمع آخر يحترمنا ويقدر طموحاتنا وسعينا. سلام عليكم.